مجددا نرحب بكم مشاهدينا المحترمين اينما كنتم في كل مكان. مرحبا اهلا وسهلا الى ربع النهائي الاول لكاس افريقيا للاعبين المحترفين. طبعا لا يمكن الدخول مباشره في وصف مباراه تلعب فيها الجزائر ويعزف فيها النشيد دون ان نتوقف عنده لنتذكر وايضا لنذكر لمن لا يعرف بان عزف النشيد الجزائري قسما في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الاجواء يجعل المشاعر ويجعل الجوارح ويجعل القلوب والنفوس وحتى العقول تهتز عندما يكون هذا الجمع بين واحدة من أعظم ثورات القرن العشرين وواحد من أكبر زعماء ثورات التحرير والعزة والكرامة نيلسون مانديلا الذي رافق ثوار الثورة الجزائرية سنة 61 والتي قال عنها آنذاك أنها جعلت منه رجلا سقوط قبل أن يعود إلى أرض الجزائر المستقلة سنة 90 وكانت زوجنا بعدها ما يقارب 3 ذاك أول زيارة له للخالد دهيري. الكرة في المخالفة منفسة بشكل رائع. جول ميريزيك مرة ثانية يلعبها في اتجاه اللاعب الوافي عنده الكرة الآن. لاسيقة يجب أن تكون موجودة. حذرية قندوز الكرة الأولى. انطلاقه في الهجمه المعاكسه ايفواريه البحث عن الكرات البعيده بحثا وسط عن طريق زين الدين بلعيد يلعبها البحث عن هكذا كره بعيده وقندوز عبد الله من هنالك. بلعيد يا بلعيد يا بلعيد يا بلعيد يا بلعيد. تشعر بأن النقص العددي واضح. ميريزيك هاي الادخل الوافي. ميريزيك يلعبها هنالك على الجهه اليسرى ناحيه عبد الله. سانكارا يلعبها في الوسط وتسترجع الجزائرية عن طريق راح كداد يلعبها بالخيتر التوزيعه خطيره. المنتخب الجزائري الكرة الأولى لعناصر المنتخب كوت ديفوار بعيدة تماما عايدة على الجهة اليمنى. متسلل يا بالخيتر متسلل يا بالخيتر. الكرة بعيدة ممتازة خطيرة. بالخيتر والتغطية الدفاعية وضع التسلل يا بالخيتر. باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة في على الجهة اليسرى الوافي عرضية الراسية جول. الراسية والعرضية يا سلام. الكرة تضرب في القائم. وفي ترجع له مرة ثانية من عند قندوسي. الكرة تمشي عبد اللاوي يا عبد اللاوي يا عبد اللاوي يا عبد اللاوي ماذا فعلت؟ لا العب كرة العب كرة العب كرة العب كرة يا سيد الحكم. لعب كرة يا سيد الحكم. لعبها برجله. نو 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 سامحني ولكن لا. حارس مرمى خارج بيديه ضرب الكرة برجله مش عارف وين يحط يديه الحارس بهذا الشكل. معلش دية والمعنوية لكن فنيا ليس سهل. كرة بعيدة هنالك على الجهة اليمنى البحث عن مختار محاصر يلعبها في وسط الميدان. وصلت لدراوي غير تماما على الجهة اليمنى. ميريزيك مع دراوي بعد خروج قندوسي. ايمن محيوز باتريس موتسيبي. اكثر جماهير ملعب براك نعم بدورها واكثر. هي صعبة تسديدة ومرة المجتمع ولو ما عندناش طبقية كثيرة في الجزائر على كل حال. تلعب في اتجاه كداد يلحق عليها توزيعة خطيرة من كداد. الراسية يا العوافي ثم مرة ثانية ميريزيك فات وراحت ويرجعها. ما زالت الكرة بعيدة الأمام لمحيوس. بالراس لم يتمكن. كرة إيفوارية على الجهة اليمنى تروح مباشرة لمحمد سي. لما فزنا 3-0 على كوت ديفوار. جول لا التسديده بابا يا العوافي باليمنى. العوافي كاد ياتي يطلبها العوافي. انطلق العوافي. كره ايفواريه عن طريق اللاعب اندي عن طريق اللاعب سيلا بعيد على الجهه اليمنى التوزيعه وبالعيد بالراس. محيوز وجول. من أين لك هذه الثقة؟ من أين لك هذه البراعة؟ من أين لك هذه الروعة؟ من أين لك هذه الجرأة؟ من أين لك هذه الشجاعة؟ ببساطة لأنك جزائري. سجلتها في الدقيقة 95. ركلة جزاء صفرها الحكم منطقية وصحيحة وعادية وطبيعية. ينفجر ملعب نيلسون مانديلا. لو كان الزعيم نيلسون مانديلا حاضرا لانفجر في ملعبه لأنه ثوري. لأنه يقدر ويحب الجزائر. لأنه يدرك قيمة تسمية ملعب في براقي في ضواحي العاصمة باسم